النهارده اول مره اعمل فراخ. هقول لكم انا حطيت ايه. انا حطيت ملح وفلفل اسود وجنزبيل، وقطعت فلفل اصفر صغير زي ما انتم شايفين، وحطيت كمان توابل فراخ اللي هي من عند العطار، اضفت شويه منهم. وهعمل ايه بقى جنبها؟ هعمل صينيه خضار. تعالوا نشوف. وده الطبق التاني اللي جنب الفراخ، شكلها حلو جدا زي ما انتم شايفين. وهنا حطيت فلفل اسود وملح وبس كده. دلوقتي بقى هنضيف عصير الطماطم. اهو زي ما انتم شايفين. هنقلبها وهنرجع لكم تاني. قلت بس كده بحيث ان انا عملت كده بس بحيث ايه ان الصلصه تنزل تحت شويه زيت بسيط قوي. وبعد كده هندخلها الفرن، ولما تطلع هوريها لكم على طول. انتوا شايفين بسم الله ما شاء الله الصينيه طلعت اهي بتاعت الفراخ، شكلها جميل جدا 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 بجد. اهي دي من قريب اهي. ده البصل والفلفل الاخضر. وهوريكم دلوقتي ايه بقى يا جماعه صينيه الخضار اللي كان فيها الايه، البصل والكوسه والذره. ايه رأيكم يا جماعة؟ ايه رأيكم؟ ما تنسوش تعملوا اشتراك، تعملوا لايك، وتشجعوا القناة. مع السلامة، واشوفكم في فيديو جديد قريب ان شاء الله.